السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر على راسي والله. بحبكم قوي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي وانتوا السند والعون بعد ربنا. بشكر الناس الجديدة اللي دخلت قناتي، انتوا تاج على راسي والله. كل الناس اللي في قناتي بحبكم بحترمكم. تاج على راسي بجد، بشكركم. كومنتاتكم الحلوة اللي بتساعدني، اللايكات لو عجبكم الفيديو حطوا لنا بقى اللايك حبايبي. وهنتكلم في كذا موضوع النهاردة معانا. يوميات احمد وامل، احمد جوهر طبعا. وامبارح كان الجلسة بتاعته، والجلسة اتأجلت لثالث مرة يا جماعة. فربنا معاه يا رب، وان شاء الله باذن الله يتحكم له بالبراءه. القضيه اللي كانت معموله له ان اللي هو يا جماعه الفرح اللي كان عامله، المقلب بتاع الفرح والخطف، وكلنا عارفين الموضوع بتاع احمد جوهر. اللي ما عجبنيش بقى ان بصراحه يعني انتوا في قلق ومستنيين القاضي يحكم والكلام ده كله. طيب قاعدين فاتحين لايف يا جماعه قدام باب المحكمه، والست فاديه اللي هي ماما فاديه. قلبي معاكي. كل الامهات في التوقيت ده بيبقوا بيتمنوا كده ان ابنهم يطلع براءه. المفروض انت بتدعي له يا ماما فاديه. اقعدي ادعي، مش تحاسبيني على الناس وتدعي على الناس. ويعني مش عايزين الدعاء على الناس يا جماعه. احنا عارفين انتوا بتدعوا على مين، لكن خلاص انتوا بينكوا قواضي. فمش عايزين يعني الوقت ده بجد. اي ام بتدعي لابنها ربنا يفرجها عليك، ربنا يسهلها لك، ربنا يا رب يجعل لك قاضي كده ابن حلال يطلعك من القضية دي على خير. اي دعوة حلوة كده لابنك، مش تقعدي تحاسبيني على الناس وتدعي على اللي كانوا السبب. مين اللي كان السبب؟ هو ابنك اللي عمل مقلب. ويا ريت بقى تغيروا موضوع المقالب ده، لان اي حد يا جماعة ما هو يعني هنقول بيعمل حاجة مش كويسة ما هو لازم يتعاقب. فانا بقولك يا ماما فادية ربنا يا رب يصبر قلبك ويطلعهولك بالسلامة. القضية يا جماعة يعني انا شايفاكوا عملتوا فيديو وخلاص اتكلمتوا في الموضوع ده. لزوموا ايه ان انتوا بتفتحوا لايف يعني قدام باب المحكمة؟ مش عارفة بصراحة انتوا بتعملوها ازاي. القضاة طبعا بيتغيروا. هي اتأجلت الجلسة لان القاضي هيتغير وهيجي بداله قاضي تاني جديد، فلسه بقى على ما يراجع القضية تاني من الاول وكده. وان شاء الله باذن الله خير، وربنا يطمنك على ابنك يا ماما فادية وتطلع بألف سلامة من القضية دي يا احمد. ويا ريت بقى بدل يعني بلاش المقالب دي، لان فعلا انتوا المقلب قلب الدنيا. طبعا الناس كلها خافت ساعتها تنزل مصر. قال لك يعني انتوا شوهتوا صورة مصر. الناس قالت لا احنا يعني بالطريقة ديت، وخافوا فعلا حكاية الخطف ان عريس يوم زفافه يتخطف كده بالمنظر ده. فانت كنت عامله مقلب لكن اتقلب عليك. ربنا يطلعك منها يا رب على خير. حطوا لنا بقى اللايك يا جماعه وتعالوا نتكلم في الست ام شروق. وكانت عامله الفيديو بتاع الفسيخ والرنجه، وقعدت بقى تندمج قوي وتفتح الفسيخه. ومش عارفه يا جماعه المصارين بتاع الفسيخه بتقول عليها بطروخ. انت عايشه كده يعني. انا مش فاهمه يا ام شروق بجد. المهم قالت لجوزها كريم ان هو ده البطروخ يا وكالته. على فكرة لا ده مش بطروخ، ده المصارين بتاعت الفسيخة يا ام شروق. دي حاجة. الحاجة التانية عايزين نقولك ان انت الناس قالت لك في الكومنتات يا ريت تحذفي الفيديو. بلاش الفيديو دوت، لان فعلا انت ازاي معلش يعني جلابيتك كانت مقطعه من تحت الباط وجسمك بان. انتوا قد كده جسمكم رخيص للدرجه دي؟ يعني انت الناس قالت لك شيل الفيديو، احذفي الفيديو. احنا بنستر على الناس يا جماعه. حتى هي برضو الناس قالوا لها في الكومنتات ان دلوقتي قنوات النقد هتطلع تتكلم. احنا ما بنطلعش نفضح حد، بالعكس احنا شفنا الفيديو وبنقول لك احذفيه، وقلنا لك فعلا احذفيه شيليه او اعمليه خاص حتى ملهوش لازمه. انتوا ناس مصاعير مشاهدات بتموتوا على الجنيه لغايه دلوقتي يا جماعه سايبه الفيديو ده. انا مش عارفه ازاي يعني ازاي انت المفروض انتوا هتصوروا
تطلعي بقى كده مهندمه، تطلعي لابسه حاجه كويسه، الخمار تبقي مداريه بيه نفسك. انت بتقولي انا رفيعه، ازاي الناس بتقول عليا تخينه؟ انت قاعده ماليه الكنبه ما شاء الله. انت مش شايفه شكلك؟ انت بقيتي اتخن من ام جنى والله العظيم. انت بقيتي اتخن من اخواتك التانيين على فكره. انت ما عندكوش مرايه في البيت يا ام شروق. كانت عامله برضو يا جماعه لايف، والناس سالتها انت قعدت بنتك من المدرسه، قعدت شروق من المدرسه، قالت لهم محدش يسالني، محدش ليه دعوه. ازاي يعني محدش يسالك؟ امال الناس جايبه باقه وقاعده وبتتفرج عليكي ودافعه من فلوسها وقوتها وقوت ولادها عشان تجيب الباقه يعني، ويقعدوا يتفرجوا عليكي ويحطوا لك اللايك ويكتبوا لك الكومنتات. هي مش دي فايده ليكي؟ قناه من غير متابعين ما تسواش اي حاجه، واحنا قلنا ده. برضو في واحدة جات لها وقالت لها احذفي الفيديو علشان قنوات النقد هتطلع دلوقتي تتكلم عليكي وهيبهدلوكي. المهم يا جماعة، احنا قبل كده ابنها الصغير كانوا بيصوروا فيديو ووقع الكاميرا، انا اسفة، ورجليها بانت خالص لغاية فوق، واحنا شفنا ده وقلنا لها برضو يا ريت شيلي الفيديو ده او احذفي الفيديو ده ملهوش لازمة. لكن هما الناس دي بتموت يا جماعة، بتموت على الجنيه. ام شروق احنا مفيش حاجه بيننا وبينك، لكن هنطلع نقولك اخطائك، ويا ريت بقى شيلينا من دماغك، لان بجد منظر بشع جدا. المنظر اللي هو لما رفعتي ايدك كنت بتاكلي الفسيخ. انت راجع الفيديو وشوفيه، لحمك كله بان، الجلابيه كانت مقطوعه يا جماعه ولحمك كله بان، وجوزك قاعد. الغرابه ان ازاي جوزك ما شافش؟ ايه هي فين الرجاله يا جماعه؟ هو فين الرجال؟ عشان فيديو زي ده خايفه تعمله خاص او تحذفه خالص ملهوش لازمه عشان الفلوس. ملعونه الفلوس، ملعونه الدولارات اللي هتجيلك يا شيخه بالشكل ده. انت يا كريم انت راجل ازاي بجد يا جماعه؟ ايه الدياسه اللي فيكوا دي حقيقي بجد والله العظيم؟ الواحد ما عارف يقول لكم ايه بجد. حسبي الله ونعم الوكيل. ما بندعيش عليك يا ام جنى، بس بجد انت اللي جبتها لنا، وانت اللي خليتيها كده تتواجد على المنصات او على اليوتيوب. كفاياكي خليكي على التيك توك زي ما قلنا لك، اقعدي بقى انت تغمزي براحتك، ارقصي، اضحكي، العبي، نبطي على الناس، اعملي اللي انت عايزه تعمليه. اغمزي بعينيكي ودوسي على شفايفك، وقله الادب اللي احنا شايفينها دي يا جماعه. فيا ام شروق احنا بنقول لك احذفي الفيديو ده، عيب عليكي. عشان حتى في رجاله بيقعدوا يتفرجوا على فكره عليكم، وفي اطفال وفي شباب مش ستات بس اللي بيتفرجوا عليكم على فكره. ام جنى حطوا لنا بقى اللايك يا جماعه. ام جنى غايبه عننا وفجاه لقيناها طالعه بفيديو وبتقول عامله اعلان للحافظه بتاعه السجاجيد. الحمد لله على السلامه يا ام جنى. الناس بيسالوها ايه الغيبه الطويله دي؟ قالت لهم اهو في الدنيا يا جماعه. ما رضيتش تقول. اكيد احنا عارفين لما بتغيب كده بيبقى هي ومازن بتبقى في مشاكل بينهم. والايام اللي فاتت برضو كان مازن واخد العيال وقاعدين في الشقه القديمه بتاعتهم، واحنا عارفين القصه دي كلها. ام جنى عايزه اقول لك كلمتين، خدي بالك من ولادك كويس جدا. عيالك هتفرط من ايدك والله، الفلوس مش هتعمل لك حاجه حبيبتي. انت بتقولي انا مش مرتاحه، وصلي صله الرحم دي اهم حاجه. هاتي امك وراضيها وصالحيها، بدل ما هي قاعده عند ام روضه الفتره دي كلها. انت اخدت منها فلوس العلاج، عملتي معاها حاجات كتير مش حلوه، قفلت الباب على ايديها، هنقول غصب عنك اوكي، لكن كشفت وجابت العلاج من فلوسها. دي امك مهما كانت. ولادك هتطلع تعمل فيكي نفس اللي قلناه ده يا ام جنى، كما تدين تدان. الفلوس مش هتعمل لك حاجه. جوزك نفسه اهو لما رجعتوا من المصيف هو فضل هناك هو والولاد، وانت رجعتي لوحدك، فضلت قاعده مع احمد والولد الصغير. واحنا سمعنا مازن كان بيقول للعيال ايه، وهقول ايه بس ربنا يهدلكوا حالكم. ساعات الفلوس بتبقى نقمه على صاحبها. بجد الفلوس مش تعمل لك حاجه. هاتوا امك، خلي امك ترضى عنك يا ام جنى. وانت عارفه الست بوسي بتقول انا ما برتاحش الا عند ام جنى. سالوكي في الكومنتات قلت لهم
او في اللايف اللي كنت عاملاه بيسالوك على اخواتك، قلت انا ماليش حد خالص غير جوزي وولادي وبس، محدش يسالني يا جماعه على اي حد. طيب ما هو ما حدش بيسالك، خلاص يا ام جنى، ما جوزك اهو، ما انت شايفه مازن ابتدى يتفرعن عليكي، خلي بالك، وولادك نفس الحكايه. عشان حرماهم. واحده زي جنى دي طفله لسه ما شافتش، يعني ما عاشتش سنها، ما عاشتش الطفوله، شايلتيها الهم، شايلتيها مسؤوليه الولد الصغير، تاكله، تغير له، تلبسه، تعمل مش عارفه بجد. ريان اللي جسمه كله بايظ، المفروض تكشفي له وتهتم بيه، الولد ده هينفجر، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. احمد اللي ما بقاش يحب يصور معاكم، هقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ الفلوس يا ام جنى مش هتعمل لك حاجه، البيوت مش هتعمل لك حاجه، الفراخ اللي انت بتهتم بيهم والبيض اللي انت بتحتفلي قوي لما بتروحي تجيبي شويه بيض كده، مع انكم بتقولوا البيض زفر وعيالك ما بترضاش تاكله، انت بتقولي ساعات بشحته. الله اعلى واعلم بيكي، ربنا يهديلكوا حالكم. ام جنى رجعت لكم يا جماعه، بس رجعت باعلان الحافظه، حافظه السجاجيد، وما شاء الله عليها، حطلنا بقى المكياج ولابسه الجلابيه البيضه ومظبطه نفسها. بشكركم حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.